دعوة أجراها الله سبحانه وتعالى على لسان تلك المرأة الشريفة الغزية. لا أدري والله كيف أجرى الله على لسانها هذه الدعوة المرعبة. قالت: يا رسول الله لا تشفع لهم. دعوة مرعبة عباد الله، من يتدبرها ويتأملها يجافيه النوم ويتجافى السلوى عن قلبه. يا رسول الله لا تشفع لهم. دعوة خرجت على لسان امرأة مظلومة مكلومة مضطرة مرابطة في ميدان الجهاد، يعني كل أسباب إجابة الدعوة جمعت لهذه المرأة. فما يدرينا عباد الله أن تكون هذه الدعوة قد اخترقت حجاب القبول وقبلت عند الله، والعياذ بالله عباد الله. دعوة مخيفة عباد الله، ولكن هكذا يكون الكلام وهكذا يكون الدعاء عندما يعم ويطم الخذلان، وهكذا يكون الدعاء عندما يفقد الأمل عند بعض الناس من خيرية المسلمين وفزعة أخوة الإسلام، وهكذا يكون الدعاء عباد الله عندما يرى أهل غزة ونساء غزة الظلم ينهمر عليهم من كل مكان ومن كل فرد قريب وبعيد. فاللهم صبرهم يا رب العالمين، واللهم أيقظ أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. هذه دعوة مخيفة عباد الله، توقع الرعب في القلوب وتجافي النوم والنعاس عن العيون. لو سمعها المسلمون ووقعت في قلوبهم موقعا حقيقيا لما باتوا تلك الليلة إلا وهم في غزة. فأي شيء أخطر عباد الله أن تحرم صحبة محمد يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. وأي شيء أخطر عباد الله أن تأتي إلى رسول الله يوم القيامة فتطرد عن حياضه. إلى هذه الدرجة من الخطورة بلغ الأمر يا أمة المسلمين. ولمن لا يعرف من أهل الإسلام أعرفه لماذا خرجت هذه الدعوة على لسان هذه المرأة الشريفة. أسأل الله أن يعينها وأن يخفف عنها وعن أهل غزة جميعا. لمن يسأل لماذا خرجت هذه الدعوة على لسانها، تذكرون حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الفئة الظاهرة عندما قال: لا يضرهم من خذلهم. لم يقل سيدنا رسول الله لا يضرهم من قتلهم، ولا قال لا يضرهم من قصفهم، ولا قال لا يضرهم من أسرهم، ولا قال لا يضرهم من حرقهم. طب نحن نقتل ونحرق ونقصف ونؤسر، فلم يذكر شيئا من ذلك سيدنا رسول الله، ذكر فقط الخذلان. قال لا يضرهم من خذلهم، حتى يعرف سيدنا رسول الله، يعرف المسلمين ما هي مشاعر أهل فلسطين اليوم. أقول لأمة الإسلام المستغربة من هذه الدعوة التي خرجت على لسان تلك المرأة، أقول لهم: وجع الخذلان في قلوب أهل فلسطين أصعب من وجع القتل، وأصعب من وجع القصف، وأصعب من وجع رؤية أشلاء الأطفال الميتمة والمقطعة هنا وهناك. وجع الخذلان ليس بعده وجع.